منين ما تحس ان انت متضايق، منين ما تحس ان انت تايه، منين ما تحس ان انت ملخبط، مرت بيك مشكلة صعبة جدا، لازم تقرر انك تقف وقفة وتعمل ريست، تعمل تاني اعادة ضبط. اعادة ضبط ديت لازم يكون فيها 3 حاجات اساسية. اول حاجة الفوكس بتاعك، التركيز بتاعك. في اوقات الخوف، اوقات الزعل، اوقات الفشل، بنبقى مش عارفين احنا فعلا المفروض نركز على ايه، بيكون تركيزنا ضايع جدا. في الوقت اللي زي ده لا، لازم تقف كويس جدا، ولازم تعرف ايه الحاجه اللي هتاخد تركيزك كله. تاني حاجه لازم تعملها ريسيت الكونفيدنس بتاعتك. في اوقات الازمات اكتر حاجه بتتاثر هي ثقتنا في نفسنا. لا، اقعد تاني، اعمل ريست، ارجع تاني، افتكر قد ايه انك حد قوي وحد شاطر، قد ايه ان انت عندك سجل من الانجازات ما يخليش الفشل اللي انت فشلته دلوقتي يأثر على ثقتك بنفسك. تالت حاجة الكلاريتي، الوضوح. ما تخليش اي حاجة تحصل تعمل زي غيامة قدامك، مش عارف تشوف الفرص، مش عارف تشوف الخير في اي حاجة، مش عارف تشوف الطريق اللي هيساعدك انك تطلع من الوقعة او المشكلة او الفشل اللي انت وقعت فيه. واسأل نفسك سؤال مهم جدا: هو انا ايه الحاجة اللي انا مركز عليها دلوقتي؟ والمفروض تكون اجابتك على السؤال ده هي يور ميشن، مهمتك، هدفك. ما يكونش تركيزك على فشلك، ما يكونش تركيزك على شخص ضايقك، ما يكونش تركيزك على مشكلة، ما يكونش تركيزك على اي حاجة غير الميشن، المهمة اللي انت عايز توصل لها.